لا بديل عن الدسترة لحماية ثورة المرأة وضمان سوريا ديمقراطية. بداية وقبل كل شيء ننحني بإجلال أمام عظمة التضحيات التي سطرت بدم الطليعيات والشهيدات اللواتي جعلن من أجسادهن جسرا ومن إرادتهن طريقا لنا لنعبر من عتمة الإقصاء إلى نور الريادة. إننا في الحركات والتنظيمات النسائية في روج آفا شمال وشرق سوريا من كرد وعرب وسريان وآشور وأرمن نؤكد أن كل مكتسب نحميه اليوم هو عهد بالوفاء لإرثهن الذي لن نسمح بتبديده أو المساومة عليه. تعتصر قلوبنا الألم وتشتعل في نفوسنا نيران الغضب ونحن نشهد فضائح يرتكبها عناصر تابعون للفصائل المرتبطة بالحكومة الانتقالية المؤقتة، ممارسات وحشية تجاوزت كل القيم الإنسانية، من رمي رفيقتنا دنيز من الطابق الثالث في مشهد بربري إلى جريمة بتر ضفيرة مقاتلة بدم بارد. إن هذه الانتهاكات هي تعبير صارخ عن ذهنية ذكورية سلفية مشبعة بالحقد، تهدف في جوهرها إلى كسر إرادة المرأة التي قهرت الإرهاب، ومحاولة بائسة لترهيب المجتمع عبر استهداف رموزه النضالية والجمالية. إن ما حققته ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا وعموم سوريا لم يكن مكرمة بل انتزاعا للحقوق من أنياب الفكر الإقصائي. وعليه وإذ نقترب من اليوم العالمي لنضال المرأة الثامن من آذار بروح المقاومة لا الانكسار، فإننا نعلن من قلب الميدان عن انطلاق حملة وطنية ودولية كبرى لرفع وتيرة الكفاح وتصعيد النضال في كافة الميادين. إننا لا نستجدي حقوقنا بل نضع المجتمع الدولي والقوى الديمقراطية أمام مسؤولياتهم التاريخية ونطرح مطالبنا كاستحقاقات غير قابلة أو التأجيل. والمطالب إدراج مكتسبات ثورة المرأة التي تحققت في شمال وشرق سوريا وفي سوريا عامة بشكل صريح وقطعي في الدستور الجديد لضمان حمايتها من الذهنية الذكورية والإقصائية والسلفية التي سعت تاريخيا لتهميش النساء عن مراكز صنع القرار. التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه في 30 من كانون الثاني بما يضمن إتمام عملية الدمج وضمان مشاركة المرأة الفعلية والمستقلة في كافة المؤسسات العسكرية والسياسية والإدارية، والإقرار الدستوري بنظام الرئاسة المشتركة واعتماد مبدأ المناصفة في مفاصل الدولة ولجان صياغة الدستور كضمانات للمساواة التامة. إدراج بند دستوري واضح يتبنى قرار المرسوم رقم 13 الخاص بحماية الحقوق اللغوية والثقافية للكرد مع ضمان حماية حقوق كافة المكونات والطوائف السورية وتعددها الثقافي. تشكيل لجان تشاركية حقيقية تضم تمثيلا نسائيا واسعا لإعادة صياغة دستور ديمقراطي جديد يحمي حقوق النساء والمكونات ويؤسس لنظام لا مركزي ديمقراطي. الحفاظ على خصوصية وهيكلية قوات حماية المرأة يبجة والاعتراف بها دستوريا كجزء أساسي وأصيل من منظومة الدفاع والحماية تقديرا لدورها التاريخي في دحر الإرهاب وحماية القيم الإنسانية. الالتزام بقانون المرأة والمكتسبات الحقوقية والمدنية المنجزة والرفض القاطع لأي تشريعات تكرس التبعية أو تسعى لتقليص دور المرأة الاجتماعي والسياسي. كشف مصير المفقودين والمغيبين قسريا والمحاسبة الفورية لكافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الوحشية بحق النساء، وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية لضمان إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب. ضمان العودة الآمنة والطوعية لكافة النازحين والمهجرين قسرا إلى ديارهم بتوفير ضمانات دولية تحميهم من الممارسات الانتقامية وتؤمن لهم سبل العيش الكريم. مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بنموذج الإدارة الذاتية وتجربة المرأة الرائدة فيها كنموذج وطني للحل السوري العام يضمن الانتقال نحو سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. إننا نتوجه بهذا النداء النضالي إلى كافة الحركات النسوية والقوى الديمقراطية في العالم. إن معركتنا اليوم هي خط الدفاع الأخير عن قيم الحرية العالمية في وجه الظلامية السلفية والذهنية الذكورية. إن استهداف المرأة السورية هو طعنة في قلب الديمقراطية الكونية، لذا ندعوكم لتمتين التحالفات النسائية وتصعيد الضغط الدولي لضمان ألا يكتب دستور سوريا المستقبلي بأقلام غمست بحبر الإقصاء وتهميش نصف المجتمع. لقد علمتنا السنون أن تنظيمنا هو حصصنا وتصعيد نضالنا هو قدرنا، فلا القتل يرهبنا ولا الانتهاكات تكسر إرادتنا. إن من صنعت الثورة وصانت الكرامة بدمائها هي وحدها الكفيلة بحمايتها وفرض منطق سوريا الديمقراطية التعددية واللامركزية عهدا للشاهدات والضفائر المبتورة. سنبقى القوى التي لا تقهر في وجه الاستبداد
ولن نتوقف حتى نرى مكتسباتنا منقوشة في صلب الدستور مصانة بإرادة التنظيم وقوة الحق. عاشت ثورة المرأة، المجد والخلود للشهيدات المرأة، الحياة الحرية. جين جيان آزادي. جين جيان آزادي. جين جيان آزادي. جين جيان آزادي.